السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا بأحسن الأحوال. انتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وخبر جديد على قناتكم. شوفوا أشطاري، ما تنسونيش أخوتي دائما من اللايك والتعليق بخصوص الموضوع. راشد أخبار في الساعات القليلة الماضية، أخبار كتقول بأن ابتسام باطمة قررت أنها تنازل على الشكاية اللي قدمتها ضد سعيدة شرف ورضا والشنوية. فابتسام باطمة كترد على هذه الأخبار هذه، فخليكم معي حتى الأخير وغادي تسمعوا أشنو قالت بخصوص هذا الموضوع هذا. فإخواني أخواتي، هذه الأخبار بعد ما انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، بزاف ديال الصفحات هضروا هذا الخبر هذا. واللي كلشي قالوا بأنه ابتسام باطمة وكذلك الشقيقة ديالها صافي تنازلوا لولد الشنوية وكذلك سعيدة شرف بعد ما كانوا متابعين يعني الفنانة سعيدة شرف على خلفية القضية ديال حمزة بومبيبي، وكذلك تابعوا ولد الشنوية بالتهمة ديال القذف والسب. يعني صراحة ما خلى ما سب فيهم وعايرهم، وشفنا داك الشيء بالفيديو. يعني كانوا واحد الهجوم يعني ما بيناتهم الكبير وكبير بزاف. فكنتفاجئوا شي صفحات تيقولوا بأنه صافي الأختان باطمة صافي تنازلوا اليوم. شنو هما السبب؟ علاش؟ ما عرفناش علاش بالضبط. فخرجت ابتسام باطمة بواحد ستوري اللي كتنفي في هاد الأخبار هادي، واللي كتقول ما عمرها ما غادي تنازل. فقالت ابتسام باطمة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفت واحد الإشاعة كتروج هاد النهار على شي تنازل درناه. أنا من هاد المنبر كنقول لكم ما درنا تنازل لحد، وما غنديروا تنازل حتى حد، وما غنتنازلوش على حقنا نهائيا. ونقطة تانية بغيت نشير لها: المحامي قايم بالواجب ديالو ومتبع كل شيء. وغنرجع نقول سكتنا المرة الأولى وكنسطر عليها بالخط العريض، وما غنعاودوش نفس الخطأ، وما كاين حتى تنازل. وشكرا على حبكم وتضامنكم. كما سمعتوا، قالت ابتسام باطمة ما كاين لا تنازل لا والو. ويعني ديك الاخبار اللي كتروج مجرد اشاعه على القول ديال ابتسام باطمه. وقالت بان المحامي ديالها قايم بالواجب ديالو ومتبع كل شيء. وقالت بانها ما غاديش يسكتوا على الحق ديالهم، ومازال الشكايه لا ضد سعيده شرف وكذلك ولد الشنويه. اللي خرج واكد بانه يعني خرج براءه من الموضوع ديال الاختان باطمه. كذلك سعيدة شرف لحد الآن مازال كتقول بأنها ما توصلت حتى بشكاية. ويعني هذا علاش ما كتحضرش يعني من المحاكمة، لانها ما توصلاتش كما كتقول على القول ديالها مازال ما توصلات بالشكايات. فاخواني اخواتي، هذا هو الرد ديال ابتسام باطمه. وداك الشيء اللي كيروج كما قالت مجرد اشاعه. فكنتظر اخواني اخواتي تعليقكم بخصوص الموضوع، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.